السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم الشيفلور مقلي في الزيت بواحد الطريقه زوينه، ما كيشربش الزيت وكيجي مقرمش. بسم الله على بركه الله. ندوزو باش نقيوه. ندوزو دابا بسم الله باش نقيوه. ضروري نحيدو له هاد الخويطات هادو. وغادي نردو يتسلق ان شاء الله. واذا كان كبير بحال هذا الشكل هذا غادي نقسموه على جوج كما كتشوفوا. بسم الله. بعد ما نقيتو وغسلتو غادي ندوزو دابا ان شاء الله باش يردو يتسلق. كنحتاجو ضرس ديال الثوم، واحد كبير او جوج صغار. كنحلو على هاد الطريقه هادي، نخليه مفتوح هكا. قليل من الملح وقطرات من الخل. بسم الله على بركه. قطرات من الخل، القليل من الملح، ونردوه يتسلق. ما نخليوش يهرى، غير نص تسلقه باش ما يتفرتش. ملي نكونوا كنقليوه ما يتحلش. بسم الله. غادي ندوز باش نوجد معكم الخليط باش غادي نقلي هذا الشيفلور. هاد الرؤوس هادو ديروهم في الماء هكا لتحت باش يتسلقوا. بسم الله. ندوزو دابا باش نوجدوا الخليط اللي غادي نديروا الشيفلور. كنحتاجوا كاس ديال العنبه ديال الفورس بعد ما غربلتو، كاس ديال الحليب السوداني او الهريسه اختياريه، معدن لوز، بيضه وحده، الفلفل الاسود، الفلفله الحمراء، الكمون والملح على حسب الذوق. الفلفل الابزار كنقولوا نص معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، والكمون نص معلقه، والملح على حسب الذوق، جوج فصوص من الثوم. واللي عنده الحساسيه من البيض بلاش ما يديرش البيض. بسم الله على بركه الله. ندوزو نخلطو. بسم الله. كناخذ واحد الاناء كنضيفو فيه الدقيق قبل راني مغربلاه. بسم الله. ونضيفو التوابل، الثوم، الهريسه، نضيفو البيضه بعدا هي الاولى، البيضه، المعدنوس، ونخلط جيدا. وعاد نبقى نضيف الحليب شويه بشويه. بسم الله. تنخلط هاد العناصر مزيان، عاد نبقى نضيف الحليب تدريجيا. بسم الله. واللي ما بغاش الحليب يمكن له يضيف حتى الماء، ماشي ضروري الحليب، حتى هو اللي عنده حساسيه منه يضيف غير الماء. بسم الله. نحرك جيدا، والخليط ما يكونش قاصح، ما يكونش جاري، يعني ما يكونش خفيف. كاس الحليب ها هو كفاني كما كتشوفوا. خصو يكون خفيف شويه هكا.
صافي وغادي نبدا نقلي ان شاء الله. هانتوما شوفوا كي كيجي الخليط، كيجي خفيف شويه. الشيفلور ها هو تسلق 5 دقائق باش سلقته، باش ما يهراش كما قلت لكم. هو طايب دابا، ها طايب لكن باقي شاد في راسو. بسم الله. دابا ندوزو باش نصوبو الخليط. بسم الله على بركه الله. كناخدو الشيفلور كنديرو في هذا الخليط هذا كما كتشوفوا، وكنخليه كيسقطر شويه هكا، وندوز فاش نديروه في المقله بعد ما سخنا الزيت مزيان. الزيت سخونه، ما نعليوش النار، خليوها خفيفه شويه، ما تجهدوا ما تنقصوا. نستمر بهذه الطريقه وانا معاكم. بسم الله. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الشيفلور او القرنبيط. كيجي بهذه الطريقه هذه، ما شاء الله رائع. كما قلت لكم ما كيشربش الزيت اللي كبيت هي اللي بقات. جربوا هذه الطريقه ان شاء الله ما غاديش تندموا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.